انا البارح شفت كونفيرونس دو بريس تاع الركراكي المدرب تاع المغرب، انا شفته وين قال لهم قلنا للشعب بالك وتصفروا في لافان كي دار الكونفيرونس دو بريس ابري الماتش، اشكر البيبليك لان قال لك واحد ما صفر خلاص. صورة تفاعلوا معاها التوانسه الكل. الاولاد في الديجيتال حطوا لنا الماتش، الاولاد ما تحطوا لناش الماتش ما بين المغرب والبرازيل، هذيك كوره نحب تشوفوا لنا التصاور نتاع الستاد نتاع طنجه كيفاش كان نهار السبت في حله رائعه لمقابله وديه شاهدها العالم وابهر. نجم نقولوا عن نتيجه المغرب غلبت البرازيل في الاخر ما تبقى الا مباراه وديه، لكن الباكيج الكل فتحي كان بصراحه مبهرا. بالطبيعه والسوري سروقاتو المغرب ربحت ان بلوس لانه سامحني اول بلد عربي يربح البرازيل عبر التاريخ. المغرب اول بلد افريقي ترشح لنهايه كاس افريقيا 2024 شقه في الكوت ديفوار في جانفي. المغرب ما خلى لنا شيء، المغرب معناها كل اول بطبيعه الحال نفرحوا للمغرب، ولكن هكا انا حسرة صغيرة معناها المغرب دخل التاريخ من كل البوابات، معناها الرابع في الوحدة في كأس العالم اللي تعديت، في كأس العالم اللي تعديت، سادس مرة يقدم روحه باش ينظم كأس العالم. معناها أرقام خيالية، ملعب استثنائي ملعب طنجة. ملعب طنجة كان جو غير عادي، ملعب يهز 83,000 و83,000 معبي الملعب. معناها شوف احنا أحسن ملعب عندنا يهز 45,000 معناها الشطر نتاعو، ويخدم شطر بشطر، ويخدم شطر بشطر، والغازون 3/4 الوقت ما يخدم بطبيعة الحال، والغازون يخدم سورتو وقت اللي يجي عيد الكبير معناها يجيو العلاج تولي وزاد ما نكثروش عليه الغازون، زوز ماتشوات كان عندنا الغازون معناها عرفتها كي يطلع في الطيارة يحط باجاج فراجيل يحط عليه فراجيل، معناها ماذا بيك فما بلايص في الطيران ما تمشي لهمش. إذا المغرب حدث استثنائي، المغرب قاعد يبهر فينا، المغرب العالمية. شوفوا هذه الصورة، ميرسي لأولاد في الديجيتال، شوفوا التيفو اللي عملوه ليزولترا، وهذه صورة جميلة. تعرف علاش؟ من غير ما ندخل في تفاصيل، مانيش برنامج كروي، لأنه كمان حتى في المغرب راهو فما الأندية قوية ياسر، الانتماء للأندية قوية ياسر. عندك الرجاء والوداد بطبيعة الحال إلى جانب الأندية الآخرين، لكن وقت يلعب المنتخب المغربي بالحق المرة هذه تلموا الناس الكل، وكان كوريغرافي اكسبسيونيل، وتقشعرت الابدان البرشا توانسه في هذا الملعب الجميل في هذه المدينه الرائعه. انا كانت لي انا محظوظ لانه بديت السنه في مدينه طنجه. بوابه خذيناه السر هذا لوج عليه من ليله راس العام، مراد باش يغيب ماشي البلاصه ما قلناش عليها، قلتها فيما لا قلتها على مراحل. المهم احسنت الاختيار ولا لا؟ انا مش نعطيك كرات، شوف قلتها قطره جيت لنا بالمغرب توا طنجه، اذا قطره وينو الماس مراد؟ شوف الملعب الجميل. في قلت انت حكينا على الترشح لكاس العالم 2030، وحكينا على فريق اليوم مرشح طبعا باش يفوز بالكان. الماركتينغ المغربي بصراحه قوي جدا، وهذا السوفت باور اللي نحكيو عليه كما قطر استغلت التنظيم. المغرب اليوم بالصوره نتاع المنتخب نتاعها قاعده تعمل في ماركتينغ لنفسها في موقع جيوستراتيجي حقيقه استثنائي. السلاح ولا بروباغندا باهته، هذه هي البروباغندا الذكية. أقوى بروباغندا هي بكرة قدم. الأرجنتين سمي لي مسؤول في الأرجنتين، سمي لي رئيس الأرجنتين توا، سمي لي وزير الأول كان عندهم وزير الأول، العالم الكل يعرف ميسي. شوف كرة القدم. ونختم القوس المغربي. المباراة وين تمت؟ في طنجة. صحيح. يعني أنه حتى على مستوى اللامركزية المغرب بعد ما سوقت الكازا والمراكش قاعدة تسوق الطنجة بحكمة وبحبكة محكمة، وما نجموا إلا ننحني ونحييه، خاطر المغرب زادة احنا زادة عنا علاقات كبيرة مع المغرب كما مع الجزائر، ولكن مع المغرب اليوم فما تقريب تضامن كروي عشناه في كأس العالم ويتواصلوا. حسيت ان احنا بعاد قوي جدا، يعني المغرب هو بيلعب البرازيل، يعني انت فاهم، يعني انت ممكن في ماتش من الاول تنبسط شويه تقول ايه الفرقه بدات يبقى فيها حاجات احسن، فتيجي تتفرج على المغرب والبرازيل لا ده احنا
احنا بعيد يعني المغرب بقى دلوقتي بيلعب البرازيل، بيستحوذ، بيعمل هجمات، بيعمل تغييرات، التاريخ يكسب البرازيل، كسب كل الناس يعني، كسب البرازيل كسب الفرق الجامده كلها ومش عارف ايه، والبرتغال ومصر كسبته في كاس الامم. مش عارف خد بالك ده مش ضربات جزاء كمان، 2-1 احنا كسبانين المغرب 2-1 اكسترا تايم 2-1. فاحنا دي جوال المغرب والبرازيل اهي 2-1 خلص الماتش. يعني كان ماتش الحقيقه يعني مشرف. وغير المكسب، الاداء جوه الماتش نفسه، جوه 90 دقيقه اداء. اخر 5 دقائق هم بيمسكوا الكوره وبيعملوا فيها بيلعبوا فرقه المغرب. وهم اثبتوا كمان ان اللي حصل في قطر مش حظ، مش صدفه، مش صدفه. انك بتقابل برضو البرازيل باللاعيبه اللي موجوده في البرازيل وتلعب ماتش زي ده وتكسب، وكل حاجه حلوه، شكل الجمهور حلو، الملعب حلو، اللعيبه اداء حلو، مدير فني يعني تصريحاته ممتعه. حتى النهارده لما بيتكلم قال لك انا عندنا دلوقتي خلي بالكم ان احنا هنقع تحت ضغط كبير، اي حد في افريقيا هيبقى بيلاعبنا عايز يكسبنا، عشان هو خلاص هو اتحط في الحته، فاكر الحته بتاع منتخب مصر لما كان بياخد كاس الامم، فهو اتحط في الحته دي دلوقتي، اي منتخب في افريقيا هيبقى عايز يكسب المغرب. طبيعي. بس انا بتكلم في غير انه مش عايز يكسب، هيعمل لها حساب وهيستأسد، يعني هو هيبقى مطالب ان هو يعمل حاجات كتيره جدا. وشوف برضو ان هو دخل عناصر كتير على الفرقه، يعني الفرقه اللي كانت معاه في كاس العالم ودخل عليهم عناصر، هو يعني ما عندوش حته ان هو قلقان من حاجه، لا هو بيفكر للمستقبل يعني. فانا شايف ان المغرب لا فرقه محترمه، وانت بتتفرج في فرقه كوره يعني تحس ان في اداء جوه الملعب، اللعيب اللي بينزل بيضيف اكتر من اللعيب اللي خرج بره الملعب، وتغييرات كلها ايجابيه، ولاعيبه صغيره في السن قدامها 3-4 سنين في المنتخب، الجيل ده هيبقى موجود. فانا شايف لا يعني، انا بقول لك المنتخب الاولمبي حاجه كويسه، المنتخب الاول بعض الفترات، انما لما تيجي تعمل المقارنه بيننا وبين المغرب لا احنا بعيد. عنده امكانيات، لكن هذه المباراه زاكسيون بينا بلي فيبريل شويه. لا ماشي في زاكسيون نحكموا على الحارس. نعم. البارح شفنا الحارس تاع المغرب اللي لحق دومي فينال اون كوب دي موند، دار 3 فوت تاع فريمون اللي ما تندارش كاع يتي، ماشي على هذيك اللي دوكا المغاربه ينحيوها. هذا دار الفوت صح امبورطونت، خرج فالي با يخرج، الاخر كان اللي تي انتيليجون لوباه سي تو. مي جو بونس كو بور لو مومون راه مليح. عوده الى باقي، نروحوا للساتيسفاكسيون. تكلمت على ايت نوري، تكلمت على بعض الاسماء. اليوم لما نشوفوا ربما المنتخب بالك بدم جديد، باسماء جديده، ممكن ان تعطي الاضافه بدايه من الغد في لقاء النيجر؟ سا ديبون التوظيف ديالهم رضوان. اذا كان هما عندهم الجوده وعندهم الامكانيات وما تعطيهمش يعني باش لي موان باش يطبقوها في التيران. حاضر مثل هذه الصور، صور مؤسفه للغايه شاهدناها من الجمهور الذي حضر لملعب نيلسون مانديلا. البدايه كانت بالصفير والتصفير على النشيد الوطني لمنتخب النيجر. هل يرضى أي جزائري لو لعبنا هذه المواجهة في النيجر أو في بلد إفريقي آخر، هل كنا سنرضى بأن يتم التصفير على نشيد قسما نشيد الجزائر؟ مستحيل. نفس الشيء حدث بعد تسجيل منتخب النيجر للهدف الأول. شاهدوا هذه الصور المؤسفة، بعد أن سجل منتخب النيجر لهدف الفوز تم رشق الملعب ورشق العناصر التي كانت ساجدة فرحة بالهدف بالقارورات. أيعقل في ملعب جديد بقي مغلق منذ الشان الأخير، منذ نهائي الشان الأخير. 3 أشهر. الأرضية كانت في أبهى حلة، كانت أرضية رائعة، كل شيء كان على أحسن ما يرام، رغم أنه مشاكل كبيرة كانت في الدخول إلى الملعب. كان الكثير من الناس اللي جات بعد الفطور بالتذاكر وبتذاكر VIP ولم تتمكن من الولوج إلى الملعب. لنتفاجأ بهذه الصور المؤسفة. عدد كبير من القارورات، قارورات المياه، تم رميها وتم تدوين ذلك من طرف محافظ المباراة، إضافة إلى تدوينه للتصفير على النشيد، إضافة إلى تدوين الدخول إلى أرضية الميدان بعد الصفارة النهائية للحكم، حكم المواجهة، دخول بعض المناصرين. هل يمكن أن نرضى للجزائر أو لمنتخبنا الوطني أن يتم التصرف معه بهذه الطريقة في أي بلد إفريقي آخر لو تم التعرض لنا بهذا الشكل؟ شيء غريب وغريب جدا. أمين أقصاص
أن يتم التصرف مع الأنصار من طرف الأنصار بهذه الطريقة. يعني تصل وأنت صائم وتدي معك الشربة باردة تأكلها في ملعب نيلسون مانديلا باش بعد تسجيل الهدف ترمي على الناس القارورات الفارغة. وكاين كاميرات من المفروض هاد الناس يسون ايدونتيفي، لأنه هاد 3 ولا 4 ولا 10 اللي رماو القارورات ما يمثلوش 40,000 متفرج، لكن هادو ما يسيئوا لصورة الجزائر أمام الناس اللي شافت المباراة. إلى متى نبقى نتصرف بمثل هذا الشكل؟ أردو أنا نبدأ لك بالماتش وبالدخلة دايرينها على 4 تاع العشية. دوك ولاكو حابين يطوروا الكرة الجزائرية. جاب لي ربي الماتش على 10 تاع الليل ما يقدرش ان سيبورتير يدخل على 4 تاع العشية وفي رمضان. نظن حنا هذا الشيء هدايا راهو يتكرر في لاشان. شفنا كيفاش كانت لانارشي، كيفاش كان الدخول الى الملعب. نظن حنا رانا نقولوا ملاعب بمقاييس عالميه، من انت كدير ملاعب مقاييس بعالميه لازم ثاني الجمهور يكون عالمي، لازم ثاني الجمهور تحترموا الجمهور ثاني. الجمهور ما تجيبوش على 4 تاع العشيه صايم في رمضان، واحد جايب لي شربه، واحد جايب قدره، خصو غير القدوه. لا هذا موك دو ريسبي للشعب. نظن باللي هذا شيء مؤسف. ولاكو حابين تطوروا الكره، ولاكو حابين تطوروا المام، تطورونا حنايا كاشخاص كشعب. نظن باللي ديروا الدخله على 8 تاع الليل، ديروا دخل الناس. رانا نشوفوا في اوروب الملعب فارغ 10 دقائق قبل البدايه، قبل ما يبدا الماتش فارغ. خلونا من التمسخير هدايا ونروح لك الجهه الاخرى. نروح لك تاع مثلا نديروا بالقرعه، صح كيما قلت انت ماشي كاع الشعب ماركا بيت، وكي ماركا بيت ما يفرحش يا خويا. صفر من حقك انك تصفر مع سجل الفريق المنافس سجل ضدك هدف، صفر معليش صفر. راحوا سجدوا ما داروا ما بروفوكاوش الشعب. نورمال. دوك انتم كيما قلت انت 10 عباد ولا 15 ولا 20 عبد ما يقدروش يحرقوا 40,000. كاين اللي ناس ملاح، احنا ماناش نقولوا كاع. من نظن هذه الصوره هذه تشوه صوره الجزائر. ما تصفرش على النشيد تاع وثاني النشيد الوطني حتى شفنا محرز يدير لهم سكتوا، يدير لهم لا هكذايا بالصور بالفيديو. نعم. نظن شويه طلعوا شويه النيفو. نظن هذا الشيء مؤسف. ونورمالمون راكم تقولوا باللي نديروا كوب دافريك. انا جاب لي ربي بهذا الشيء. اسمحوا لي ما تقدروش ديروا كوب دافريك، امبوسيبل. مام 2050 ما تقدروش ديروها. نعم. علي بن شيخ، واش رايك في ما حدث؟ حاجه مؤسفه. من بامكانك ان تقوم بالتصفير، ما عجبتكش الحال تغادر الميدان، تغادر المدرجات عفوا، تصفر على الفريق المنافس قال سجل هدف، ولا تصفر على الفريق تاعك، ولكن باش تضرب الناس بالقارورات وتصفر على النشيد المنافس، ربما راك زدت موتيفي ليكيب ادفيرس. لا يضربوا بالقارورات كما تقول بالقرعه دوكم بلاستيك. انا نظن تنجم تقول سي جيستيفي كالكو بار. علاش دوك نقول لك علاش. بريميرمون درت كاين ملعب جديد ما شاء الله. كي نديروا ملعب جديد لازم باش ماشي نربيو المطرق يربي لي كاميرا لا هي ندارو. علاش نخسر دراهم انا ندير لي كاميرا؟ بارتي دو مومون اللي دير لي كاميرا صافي دير لي راح يزغد نجيبوه ويخلص باش دوطر ما يزيدوش يديروا. حنا نديروا لي كاميرا نخسروا الاموال بصح ما نديروا والو. هذه فكرتني في الصيف ليتي. في الصيف لي بلاج سيرتان بلاج الجيريان وين شفناهم دايرين قياطن ويجيبوا القدرات والطابونه ويطيبوا في البحر ويغطي لك انت الماء اللي من اللور. لحقت لواحد الدرجه خلاص لا رجوع سي فيني. باش تعاود تصفي يفو يكون المطرق بالحديد ماشي بالحطب. مي ما كاش المطرق. الور خليه هذايا ويرمي واش تحب انت. قلت ما يمثلناش 4 و10 لا يمثلنا باسكو في العالم كي يشوفوا سيدي الجيري صح سي الجزائر ما يمثلنا. ما تقولوش ما تكذبوش ديروا واحد الكلام اللي تقولوه مانيش عارف غير ولا غير في هذا القرن تاع الجزائري اللي ولا ايه هكذا حبيتوا انتم. هاك قلت مقبله الناس كانت راقده دوكا الناس ماهيش راقده دوكا بداو يفطروا الناس. حبيتوا هكذا ما كاين لي كاميرا واحد ما يخلص. اما لا كي يرمي انا نقول حاجه عاديه او يرمي رماو ومن بعد يخلص يرفدوا هذوك ويروحوا وخاوتهم زعما مسلمين ماركاو بيت حبس سجدوا لله من الفرحه. لا نضربوهم صح ما نديروا لهم والو. انت شفت انت يا 2023 مازال الناس تجيب قدره للسطاد. يا خلاص عفيني برك انا ما بقيتش هضره كاع والله رانا نهضروا على انا مانيش عارف رانا عايشين قدره
في 2023 في استاد ياخذ شربه مسخر بينا انت ودخل 6 سوايع قبل لا الماتش. بركه وانا مسخر ما يعرفش شكون لاوي يسير هكذا كاع يعطيك هذا السبور هذا كاع يعطيك انا مانيش فاهم شكون كاع لاوي يسير هذايا كيفاش هو يخمم كيفاش يخمم على بها رحنا فيها الوقت كي يرجع للمستوى تاع التخمام هذا هو خلاص ما بقات والو هضره. وعلاش علي بن شيخ في كل مره نفس النداءات فيما يخص نشيد تصفير تاع النشيد؟ اسمع انا البارح شفت كونفيرونس دو بريس تاع ركراكي المدرب تاع المغرب انا شفتو وين قال لهم قلنا للشعب بالك وتصفروا في لافان كي دار الكونفيرونس دو بريس ابري الماتش اشكر البيبليك لان قال لك واحد ما صفر خلاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في الفيديو. وكيف ما سمعنا كاملين الإعلام العربي خصوصا الإعلام الجزائري والإعلام التونسي كاملين قالوا كلام زوين على المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي على المنتخب البرازيلي بإصابتين لإصابة واحدة في ملعب طنجة الكبير. يعني قالوا كاملين أن المنتخب المغربي ولا هو السباق لأي حاجة، هو فخر المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية، خصوصا أنه تكلاسة كطريان في المونديال كأس العالم ديال قطر 2022، وهو كمل الإنجازات الكبيرة اللي كيقوم بها وفاز على الأول عالميا المنتخب البرازيلي. يعني ولا كيرشحوا المنتخب المغربي حاليا هو بعبع القارة الإفريقية والفرق العربية قاطبة. وكيقولوا أيضا أن المنتخب المغربي مرشح بقوة باش يفوز بكأس إفريقيا اللي غادي يتنظم في الكوت ديفوار سنة 2023. يعني لا خوف على أسود الأطلس. خوتي كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، متبخلوش علينا في الاشتراك في القناة وديروا لايك باش هذا الفيديو يوصل للجميع، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد.